مشكلة صارت في أرض الملعب واحتكاكات، وسالم الدوسري انطلق. ظهرت لقطات لشخص فسخ عقاله وقاعد يتخانق مع اللاعبين أو يتخانق في الملعب، ماني عارف مع مين يعني. هذه أمامنا اللقطات، كانت اللقطات التلفزيونية كانت طبيعية. في لقطات هذه أمامنا شخص يحتك وفسخ عقاله في يده، وصارت ضجة على هذا الموضوع. تبين أن الشخص اللي في الشاشة اللي هو الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر، عضو شرف نادي النصر. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأمير الذي ضرب المواطن، رغم أن اثنيناتهم مواطنين يعني. وصارت ضجة أنه كيف هذا الرجل ينزل أرض الملعب ويعتدي على الناس و. الآن معنا عبر الهاتف الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر، عضو شرف نادي النصر. مساء الخير يا أمير. مساك الله بالخير ابو بدر، رحب فيك ورحب بضيوفك الكرام الاستاذ عبد الكريم والكابتن خالد والكابتن ابو فهد. الله يحييك، اشرح لنا طال عمرك ايش اللي صار؟ والله يا طويل العمر ابو بدر، الموضوع خذ اكبر من حجمه بصراحه، الموضوع طبيعي جدا طبيعي جدا. اولا الهاشتاج اللي خذ الاسم امير يضرب مواطن، اولا في كلتا الحالتين كلنا مواطنين في هذا البلد، اللهم لك الحمد، لا فرق بين مواطن وبين امير في ظل الحكومه، حكومه سيدي خادم الحرمين الشريفين. الموضوع بسيط مع عمرك جدا، ما في اي احتكاك، ما في اي مبادره مني باعتداء على مواطن. وغير ذلك عمرك، من هو المواطن اللي انا اعتديت عليه؟ اذا انا اعتديت على مواطن فالحاسب بهذا الشكل، انا مدام اني بحاسب اني اضرب على المواطن. ومن هو المواطن اذا كان في احد اعتديت عليه؟ اذا كان طبعا في مواطن له الحق انه يروح يشكي لي كاي مواطن، كاي شخص موجود في هذا البلد، لا حمايه من القانون، لا حمايه من الشرعيه، اللهم لك الحمد، نحن في ظل قانون وفي ظل بلد امين، نحكم بالشريعه الاسلاميه، نحكم انزل عليه الكتاب والسنه. الحمد لله ما في اي شيء يذكر هذا، لكن اتخذت الصوره عقالي طاح بعد فرحه الفوز والنتيجه، اللهم لك الحمد. دخلت الملعب بعد خروج الحكام، بعد خروج اللاعبين، صار في احتكاك بين لاعبين الهلال مع الحكم مع الخروج. الحمد لله كل اللاعبين زملائي واصدقائي وهنأتهم بالفوز، وواسيت لاعيبه الهلال اللي بعضهم زملائي واصدقائي، اللهم لك الحمد. لا في مشكله ما بين الامن الصناعي، ولا في مشكله بين جمهور لاعبين الهلال ولا ادارته، كلهم على العين والراس، اللهم لك الحمد. لا يوجد اي شيء يجعل هذا الشيء، ولكن هذا مجرد انه توضيح ان لا يوجد اي داعي. لو كان في مشتكي او مدعي عليه فليتقدم مشكور بشكواي شخصيا، ومن هذا المنبر اناشد من ظلمته ومن اعتديت عليه بما يقال فليتقدم، معروف اسمي ومعروف الجهات اللي يقدر يتقدم فيها فليقاضيني. وانا طيب الناس الحين معلش لحظه، انا الحين قاعد اشوف في الصوره الناس قاعد تلمك وماسك عقالك في يدك، يعني ناس يلاقون التبرير مش مقنع. انت نازل يعني بين قوسين نازل تطق احد، هذه الصوره اللي قدامي، ابغى تبريرك. أعوذ بالله، لا جيت أطق أحد ولا، الحمد لله أنا معروف من شخصيتي ومعروف من تربيتي، اللهم لك الحمد، ولا تربينا على هذه الأمور وكلنا سواسية في أرض ووطن الحمد لله. فأبدا هي كانت مجرد انفعال بعد وقوع العقال في الأرض من خروج اللاعبين ودخولي في الممر، أبدا ما كان في يحتاج. بإمكانك تسأل أي شخص كان متواجد في الملعب، أي شخص كان له وضع. طب ليش حق الأمن الصناعي ماسكك؟ حق الامن الصناعي طول العمر ابدا، هو كان مجرد انه طالعين لعيبه وقت خروج لعيبه الهلال، وقت دخولنا على ارض الملعب كان في احتكاكات ما ادري بين اللاعبين من الهلال مع دخول الحكم والامن الصناعي، هذا كان مجرد انه احتكاك، انه ابعدوني عن هذا، فالظاهر انه يعتقدون اني ضارب ولا شيء زي كذا، ولكن هو الموضوع طبعا اني انا اعتدي على مواطن، هذه النقطه الاساسيه، اين المواطن اللي انا اعتديت عليه؟ ومن هو ذلك المواطن؟ اذا كان فيها موجود هذا المواطن فانا اتحمل كافه المسؤوليه من اعلى شخص الى اوسط شخص. طيب السؤال، انت ايش نزلك الملعب؟ انا ما نزلت الملعب الا بعد خروج الحكام، بعد انتهاء الوضع الرسمي، نزلت احتفل مع لاعبينا ومع فريقي. وما احتكيت في احد من الهلال؟ ابدا ابدا، بامكانك سؤالنا الشقانه في نادي الهلال من الاداره الين اللاعبين. ما تكلمت عن الحميداني؟ ابدا، ابو فيصل ونعم وسبت عام اجتمعنا في الرياضه، ورجل اعرفه من قريب ومن بعيد، ابدا رجل نعم، رجل تكلمت معاه اليوم تفاهمت عن الموضوع، قال لي لا اعلم عن اي شيء عن هذا الموضوع، ولا صار اصلا في نادي الهلال وداخل نادي الهلال. ما تكلمت على سالم الدوسري وهو طالع او عند الخرطوم؟ يا طويل ابو بدر، عندك لاعبين وعندك تقدر تستفيد من اي لاعب، تقدر تحكي في هذا الموضوع من اول لاعب الى اخر لاعب في النادي. المنظر انت شفته حلو؟ لا ابدا مش حلو، ولكن هي كانت في مناظر اخرى حلوه، احتفالي مع اللاعبين، احتفالي مع هذا برضه من غير عقال، وبرضه ماسك العقال بيدي، وبرضه نفسها. ليش ما استخدمت المناظر هذه في المناظر اخرى؟ لماذا يعني؟ ليش استخدمت هذه اللقطات البسيطه مع لاعبين؟ ليه ما استخدمت مع لاعبين النصر؟ ليش ما قالوا اني اتمشكل مع لاعبين النصر شيء زي كذا؟ المبدا يا طويل العمر هو اتخذت بمبدا امير يضرب مواطن، نحن لا فرق بين امير وبين مواطن في هذه البلاد ولله الحمد، نحن تربينا من اهلنا
ومن أسرتنا الكريمة على حب المواطن وعلى التواضع معه وعدم التفرقة في هذا الشيء، وما يسري علينا يسري على المواطن، وما يسري على المواطن يسري علينا، اللهم لك الحمد. وأنا أتحمل كافة مسؤولية ما حدث. إذا كان في أحد يطلبني بشيء أو أنه يدينني بشيء فليتقدم مشكورا لأي جهة، وأنا تحت الأمر وتحت إذا في أحد أنت ضايقته وأسأت له في الملعب تعتذر له؟ أكيد، وأعتذر له عندك مباشرا. أي شخص اعتديت عليه أو أني تكلمت عليه كما يقال أقدم له جليل الاعتذار واعتذر له اعتذار شديد اني هذا. ولكن الحمد لله ولله الحمد والمنه من يعني ما في تفرقه الحمد لله من اعلى شخص الى اخر شخص اللي لم في حياتي اعتدي بكلمه على شخص اهانته او زعلته. اللهم لك الحمد. اصدقائي بالوسط الرياضي وخارج الوسط الرياضي والوسط الحمد لله بجميع فئاته من اعلى شيء لاخر شيء، اللهم لك الحمد. علاقاتي كلها جيده والله الحمد الحمد لله. طيب مبروك للفوز البطوله. مبروك لجمهور النصر، إدارة وفريق ولاعبين وجماهير، اللهم لك الحمد وهارد لك من هذه الهلال. كانت مباراة جميلة والله الحمد، انتهت بخيرها وشرها. وإن كان في شيء فإني أعتذر شديد الاعتذار، وإن كان ما في شيء ولكن فعمرك أنا اعتباري راح أرد إن شاء الله بالجهات القانونية والمسؤولية القانونية، راح أعرض اعتباري لمن أنشأ هذا الوسم أو لهذا الهاشتاج ومن تكلم علي بسوء واتهمني بسوء، راح أرد اعتباري لدى الجهات القانونية. ترى لو لقيت أحد يبي يشتكي عليك بجيبه طلعه في البرنامج. واجي عندك واعتذر لك قدام الناس. خبيث الله وجهك. شكرا للأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر عضو شرف نادي النصر.